هكذا يبدو المشهد مع دخول العام 2023 هنا في مدينة الفلوجة. امتلأت الشوارع بالمحتفلين لاستقبال هذا العام. العوائل توافدت إلى الأماكن الترفيهية حتى ساعات متأخرة من الليل، وهم مطمئنين بأن مدينتهم يسودها الأمن والاستقرار. الحمد لله الفلوجة إن شاء الله عامها الأمن والأمان، ويا رب يديم إن شاء الله دائما علينا وعلى عراقنا العظيم. يعني قبل ما كانت هيك صراحة الأنبار كلها الحمد لله، يعني بعد اللي مر بيها من أيام يعني صعبة وسنين عجاف، لا الحمد لله استرجعت ووقفت على رجلها. اللهم إن شاء الله دائما هذا الأمان. يعني لبست الحلة الحلوة الجديدة مالتها، أجواء حلوة والناس محتفلة بعيد رأس السنة. طبعا هذا شيء إيجابي وينعكس إيجابيا على المدينة وعلى محافظة الأنبار بصورة عامة، وهذا يعود فضل رب العالمين، وما ننسى فضل القوات الأمنية. مع أولى لحظات العام 23 انطلق مهرجان للألعاب النارية هنا من وسط الفلوجة تحديدا، ولم تخلو أمنيات الأنباريين وتطلعاتهم من حسم الملفات المصيرية التي طال انتظارها. إن شاء الله تعالى هذه السنة نتأمل من الله سبحانه وتعالى، ثم نتأمل من الجهات المعنية أن تتم معالجة ملفات كثيرة مهمة، مثل ملف النازحين وعودة جميع النازحين إلى عوائلهم، ملف التعويضات، وملف إعادة الناس إلى المناطق المحررة وسيما جرف الصخر وبعض المناطق التي لا يزال أهلها ينتظرون العودة، وإن شاء الله تعود كل العوائل إلى منازلهم آمنة مطمئنة. يثمن سكان محافظة الأنبار دور القوات الأمنية وبشكل فاعل في بسط الأمن والاستقرار، لا سيما أن المحافظة تعيش في أوج ازدهارها. من محافظة الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.